صباح الخير يا جماعه، يوم جديد وفلوج جديد. النهارده انا جاي لكم بكذا مفاجاه. اول حاجه ان انا باذن الله هحضر للبطوله السنه دي، وعشان احضر البطوله السنه دي فانا النهارده في الفلوج هاكل كل اللي نفسي فيه، عشان من بعدها خلاص هعمل دايت قاسي وابدا تحضير. طب البطوله امتى؟ طب البطوله فين؟ مفاجاه. والمدرب كمان مفاجاه. وغير كل ده انا قررت كمان كل اللي هاكل كل اللي نفسي فيه، وكمان هعيد تحدي ال 20000 سعره تاني، عشان ما كنت لو تفتكروا في الفلوج اللي فات انا ما كنتش كملت ال 20000 سعره، كنت عامل 7000 سعره بس وفشلت للاسف. وقت ضربت لكم ده بس قلت لكم ان انا هعيدها تاني، فانا هعيدها تاني دلوقتي. وان شاء الله ممكن نعمل اكتر كمان من 20000 سعره. وتمرين الظهر جامده قوي برده هنتمرنها النهارده باذن الله. يا جماعه الساعه دلوقتي 10:30 تمام، ومتفقين ان انا وبدر المصور من امبارح، عشان طبعا سبب فشلي في تحدي ال 20000 سعره هو ان انا بادئ اصلا تحدي الساعه 5 ولا الساعه 6، وكان البطوله متاخر، فده خلاني ما اعرفش الحق اكل السعرات المطلوبه. فقلت انا بدري امبارح بص يا بدر، لو انا بكره نبدا الفلوج من 10:30، لو انت ما جيتليش 10:30 هتصورني الفلوج ده ببلاش. ولو انا وما صحيتش وانت جيت لي تحت البيت وانا ما ردتش عليك ولا ايا كان، او ايا كان من انا يعني هحاسبك على الفلوج ده بثمن 3 فلوجز. والحمد لله يا جماعه احنا صداقتنا تمام زي ما احنا، الحمد لله احنا الاثنين عملنا بوعدنا لبعض، واحنا الاثنين نظمنا بالميعاد. الساعه 10:30، يلا نبدا بينا الفلوج الجامد قوي. طيب يا شباب دلوقتي هنتحرك على ساليه سكري. بصراحه ده بالنسبه لي احسن مكان يعمل ديزرتس في مصر يعني، وبشتاق له قوي كده بالذات في رمضان لما بيعمل بقى الكنافات والاختراعات، الحاجات الجميله يعني بتاعته. بالمناسبه هو مصري 100% وصاحبه مصري. طبعا احنا هنخلي بالنا النهارده من كل الحاجات اللي مقاطعه، بس كده احنا ايه هناكل حاجه جامده قوي. ليتس جو ليتس جو ليتس جو. دي يا شباب تورته شوكولاته وبندق، والكيك في النص دارك، وتحت تاني شوكولاته وبندق، وزنها كيلو من ساليه سكري. يلا بينا. الساعه دلوقتي 12:03. احنا بادئين التحدي كده، هنبدا الساعه 12:03 اهو. انا صايم بقالي كده اكتر من 30 ساعه صيام ميه بس. صيام ميه بس ده بشرح لكم فوائده كتير بعدين في الفيديوهات الجايه يعني هفهمكم كل الموضوع، بس انا عامل كده عشان برضه اجوع واعرف اكل اكتر. دلوقتي هنبدا. دي يا جماعه دي شوكليت كيك او كيكه شوكولاته بالبندق من ساليه سكري. الكيكه دي وزنها كيلو حرفيا. احنا عملنا ريسيرش جامد قوي هحط لكم برده في كذا ابلكيشن وفي كذا حاجه عشان نعرف دي تبقى كام سعره او حاجه شبهها كام سعره. فلارج شوكليت كيك 1 كيلو عامله 12000 سعره، فلما ناكل كل دي هيبقى دخلنا 12000 سعره باذن الله في قعده. وجبنا القهوه بتاعتنا عشان نعرف نفصل كل شويه من السكر. يلا بينا يا بدر، ليتس جو. هيوقفوك احاول 12000 سعره معاها في التانك، بس انا مش عارف كده انام كده شويه. عملناها في قد ايه يا بدر؟ احنا الساعه دلوقتي 12:32، 9 دقايق كلت البتاع دي. عايز اكل نص كيلو مخلل دلوقتي. بصراحه يا جماعه القهوه ساعدتني موت. حبيبي ليتس جو يا جماعه. لحد دلوقتي مدخلين 12000 سعره من الشوكليت كيك، ودلوقتي هنطلع على الجيم نديها تمارين الظهر وشويه كارديو. يلا بينا. وصلنا الجيم وعندنا تمارين الظهر وباي جامده قوي. الساعه دلوقتي 2:30، لسه اليوم معانا لحد دلوقتي واكلين 12000 سعره. ليتس جو يا شباب. هنبدا دلوقتي ظهر، هنلعب ظهر النهارده
وشويه كتف خلفي وباي. نلعب تمارين بول كده لذيذه. نبدا بقى لات بول داون او سحب عالي امامي عادي يعني. ليتس جو. سخن كده شويه عدد كتير. بحب برضو التورتايه كبسه على نفسه. التورتايه كبسه على نفسه يا جدعان. بس لسه الساعه لسه وقت بدري. لسه بدري لحد 12000 سعره. شادق. ده سحب عالي ضيق هنلعبه 3 مجاميع، ولعبنا سحب عالي امامي اللي هو واسع، سحب عالي واسع 3 مجاميع برضو. التمرين كلها عايزين مجاميع قليله بس اوزان عاليه. انا بحب كده بصراحه. خلاص احنا بدانا بتدرج في اللات بول داون، او تدرجنا في الاوزان في السحب العالي الامامي. دلوقتي بقى نبدا على طول دايما في الاوزان العاليه. فاحنا بدانا مع اول مجموعه، كنا لو تلاحظوا لعبنا ب 130. تعالى كده يا بدر، لعبنا ب 130 اول مجموعه، بعدين جينا تاني مجموعه في السحب الضيق نزلنا وخليناها 95 عشان احنا ايه لعبنا العدد كله اللي نقدر عليه بالوزن التقيل اقصى حاجه باول مجموعه. بعدين بقى نبدا عادي، اهم حاجه تستفاد بالوزن التقيل يعني. فانت عادي تبدا بيه، وبعد كده انت عشان لما تفرد او طاقتك تقل تنزل بالوزن، بس تكون استفدت اوريدي او لعبت بالوزن التقيل، ما تخش الوزن التقيل في الاخر. ده يا شباب بنجر على ملح هيمالايا على بطيخ على رمان على شويه برتقال، عشان ايه البامب حلو قوي في التمرين يعني. لازم فيه كده في التمرين. سحب ارضي واسع عشان يجيب بقى الظهر الداخلي كده من جوه. انا بحب اتكلم معاكم بالبلدي، خلي بالكم. يلا بينا يلا بينا. السكر ده تأثير الدوبامين. يلا يا جماعه هنلعب الشكل الرابع معانا في الظهر، تعريض
بالمسطره للماجنس. انت بتجيب ايه يا بدر؟ تعالى هات ظهري بعد اذنك، هات ظهري يا بدر. بدر انت جايب ايه كده؟ جايب ظهري يعني؟ فوق يا اسطى فوق. افرح واضحك، انسى انسى، العمر بيعدي يا حبيبي. فوق. بيس مود. يلا يا بدر انا هعمل 100,000 سعر. اللي قادرة عالتحدي والمواجهة، اللي قادرة. العب بطل فلاي الكتف الخلفي. يلا. دراعي مقتول. انا يا جدعان مش قادر. كنا بنصور فلوج اول امبارح، مكسر جسمي. الفلوج ده يعني ده هينزل، الفلوج ده هينزل بعد الفلوج اللي احنا صورناه اول امبارح. هتعرفوا ان جسمي كان مكسر واتمرنت منها مش احسن حاجه النهارده. هتعرفوا، خمنوا. الفلوج ده هينزل قبل الفلوج اللي صورناه اول امبارح. بجد؟ الفلوج ده ايا كان يعني هتفهموا يعني ليه جسمي مكسر. ايا كان ده نزل قبل او بعد يعني. بجد التورتايه ال 12,000 سعره دي ابتدت دلوقتي زي ما انتم شايفين كده. مش عارف شكلي ممكن يبقى واضح ولا لا عندكم، يعني مش بتحرك سلو موشن. السكر ابتدى يطلع عليا دلوقتي جامد. فخلصت تمرين كده اهو. غير ان انا اول امبارح كنت بصور فلوج جامد قوي، انتظروه مكسر لي جسمي. توقعوا هيبقى ايه بقى. المهم حرفيا مش قادر. بصوا ماشي سلو موشن وعينيا مقفله. الساعه لسه انا صاحي الساعه 10، الساعه لسه 4 الا 10. الساعه لسه ما جاتش 4 وانا واكل التورتايه دي الساعه 12 ولا الساعه 12 ونص. لسه بدات تشتغل معايا دلوقتي. يعني انا ما كتبت ساعتها ولا كنت اي حاجه.
دلوقتي حاسس يا جدعان ان انا ال 12000 سعر دول قاموا عليا. بتعمل فيديوز كده على فلوج وكده. معلوم. حبيب قلبي عامل ايه؟ كله تمام؟ حبيب قلبي. حبيب قلبي. مصطفى برضه مصطفى اشرف. ايوه حبيب قلبي. حبيب قلبي، ده شرف كبير ليا. حاجه من هنا. طيب يا شباب، قبل ما ابدا التحدي ده انا كان وزني 90 كيلو. هنطلع دلوقتي على الميزان. انا والله لسه ما شفتش انا وزني كام. هنطلع هنوزن نشوف. انا لحد دلوقتي مش فاكر غير التورتايه اللي هي 12000 سعره، بس دلوقتي 4 واتمرنا. تعالوا نشوف بقى. انا تقريبا 92 كيلو ونص تقريبا، صح؟ لا انا كده 94 كيلو. يا لهوي شباب، دلوقتي لحد دلوقتي انا زاد 4 كيلو. وانا عايز لكم معلومه كده سريعه. كيلو دهون ب 7000 سعر، بس طبعا اكيد ال 4 كيلو اللي زدتهم دول مش 4 كيلو دهون يعني، بس انا قلت حابب اقول لكم المعلومه دي سريعا. يعني انا انا كنت 90 كيلو امبارح عادي، دلوقتي انا 94 كيلو. تعالوا بقى يا شباب نشوف الشيب كده بعد 12000 سعره من السكر. احنا جسمنا بقى عامل ازاي، عشان انا اصلا واقف من كميه سكر مش قادر اقف. يلا بينا. سبادز شيبسي جامد بالملح كده، فوقنا شويه عشان نكسر كميه السكر الرهيبه دي. التورتايه لسه لحد دلوقتي مقصره معايا، دي مجرد تورتايه يعني. في ايه؟ حتى صوتي رافع. مش عارف ايه اللي حصل. المهم دي كولا قاطع قاطع قاطع. فلو انت بقى يعني انا يا جماعه مقاطع، بس بتمنى اي حد من الشركه المحترمه دي بيشوف الفيديو ده، ليه ما تعملوش حاجه دايت يا جماعه؟ تبقى اسبارتام او اي محلات صناعيه بدل السكر، واوفر اصلا عامه يعني. ليه ما تعملهاش نص لتر مثلا؟ تبقى كان زي نص لتر كده. خلصت. يلا بينا نطلع نشوف هناكل ايه. يا شباب جبنا 2 ايطاليان بيتزا من اجمد مطعم بيتزا ايطالي، وات كراست. طبعا هندي هم الواحده ب 1000 سعره، من 1000 ل 1200 سعره. احنا هندي سلايس من هنا لبدر، عشان بس ما حدش يقول لي صعبان عليا الراجل اللي بيصور. الراجل اللي بيصور ده صاحبي واخويا من قبل اي حاجه يعني. ده كلام طبعا احنا بنقوله عشان بدر. هم فهنخصم بقى من السعرات ان احنا نقول دول ليتس سي ان دول 1000 ونص يعني على بعض، او 1800، عشان كده الواحده من 1000 ل 1200 يعني. ده نبدا بقى نودي. بس نقلب بصوص برضو. بسم الله. ماشي يا جماعه، طبعا التصوير كنت جايب عشان اعوض بقى الاثنين سلايس اللي اديتهم للمصور اللي صعبان عليكم. جبنا زيت زيتون، ده المفروض زيت زيتون سبايسي، نحطه على البيتزا كده، نحط نعمل كده. والله مثلا اديك شويه دول هنا، دول مثلا دول 300 سعر يعني اهو كده 2000 وشويه ولا 3000 ولا ايه كده، قد ايه مش عارف. ماشي. دي بيتزا اكسترا توميتو صوص وعليها المفروض طماطم محروقه كده. بسم الله.
حبيب قلبي، يلا سلام. نزل الفيديو على ايه يا عم؟ طب يا شباب لحد دلوقتي 12000 السعره تورتايه الشوكولاته والبندق، 2 بيتزا ايطاليان مخصوم منهم 2 سلايسز عشان بس نبقى دقيقين، بس مزودين مكانهم تقريبا 100 جرام زيت زيتون او حاجه كده، فانت بتتكلم في 3000 سعره بكده لحد دلوقتي 15000 سعره. وكنا خدنا واحد في كولا رمان وواحد شيبسي بالملح، وكنا خدنا في التمرين عصير رمان وبرتقال والحاجات دي، فده 1000 سعره الثلاثه مع بعض كده 16000 سعره. وتيجي بقى هاشتاج شجع صناعه بلدك للمره الثانيه بيست يا جماعه. يعني ما اعرفش العصير بيست ده ياه انا اقول ان ده 200 سعره، هو ممكن يبقى اكتر سيكه او اقل سيكه، ان طبعا انتوا هم كتر خيرهم يعني لسه بدري قايل لي ان هم كاتبين اسمه يعني الحاجه اللي مضايقاني بقى ان هم كانوا بيعملوا كمان ازاز لترات كده بازاز، كانت تحفه. شجع صناعه بلدك للمره الثالثه سبيروس باتس التفاح الاحمر. يا لهوي، احنا دلوقتي يا جماعه في المعادي وسط الاشجار وسط الخضار وسط الجمال. نقول بسم الله. بس دي هي طلعت اسمها سبايدر مش سباتس، يعني دي ايه ده؟ دي ماركه تانية بتقلد سباتس ولا ايه ده؟ ايه النصب ده يا جدعان؟ ايه ده؟ سبايدر ماشي، مقبوله منكم برضو ستيل لسه طالما مصري فزيتنا في دقيقنا. طب يا شباب احنا دلوقتي من افشخ المطاعم او من افشخ اماكن الديزرتس اللي جربتها مؤخرا واللي عايز الحق اجربها واكلها قبل ما ابدا تحضير هو كونيتا. وزي ما انتم شايفين ده بيعمل تاكو بعجينه الوافل، من جوه بيبقى فيه بولتين ايس كريم فانيليا متغطيين بالصوص اللي انت حابه. هم هنا بقى عندي فيه وافل جواه بولتين ايس كريم فانيليا متغطيين ببيستاشيو وايت شوكليت. دي كلها على بعضها يعني ابروكسيميتلي كده عامله بتاع 500 600 سعر. بسم الله. 700 سعر مثلا. اللي فات ده كان 700 800 سعره مثلا، وكان بولتين ايس كريم فانيليا وطبقه اللي بره طبقه رقيقه كده من الوافل وعليه صوص وايت شوكليت وصوص بيستاشيو. ده بقى نفس الكلام بس الفكره ان هو واخد شوكولاته اكتر، وبدل عجينه الوافل هو عجينه اكلير واحده اصلا سعراته بنت لذينه يعني. فده برضه هتلاقيه 800 سعره، ممكن كمان 850 اعتقد يعني. وبرضه نفس بولتين الايس كريم الفانيليا ونفس الصوص كتير، صوص كرانش كمان من جوه وكرانشز من بره وكمان نيتيلا من بره. فيعني تعالى نجرب عشان ده واللي معاه تقريبا هما الاثنين على بعض 1600 سعره مع العصير البيست مع السبيروس باتس 2000، مع ان احنا كنا عاملين 16. انت بتتكلم كده بعد ده هيبقى عامل 18000 سعر. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وانا هلحق احرق ده ازاي وامتى عشان ابدا تحضير؟ يلا يا جماعه نروح اقرب بنزينه. واحنا معديين يا جماعه في المعادي لقينا مكان تحفه شيك كده من بره لذيذ اسمه باريستا. دخلنا هنا قاعدين في بارك كده. المهم عملنا واحد امريكان كوفي. بصراحه برضه بعد كل كميه السكر ده لازم كل شويه اشرب في قهوه بصراحه تظبط كده السكر في الدم، لان انا بجد محتاج اروح اكشف سكر دلوقتي حالا على السريع. المهم وبرده هاشتاج شجع صناعه بلدك للمره الثالثه ده ب 150 سعر يا جماعه، يعني خليكم حاسبين معانا واحده بواحده كده. بدر ابقى حط لي باك مان اوعى تنسى مع كل حاجه باك مان يا باشا. تيجي ماشي دلوقتي
دلوقتي برضو ممكن تبقى تحط يعني بعد البيكي تيكي تيكي دلوقتي بعدها احط التيكي تيكي تيكي تاني برضو عادي. انا ماشي كده حواليا عادي مش باكل حاجه. بالنسبه يا جماعه بدر هو اللي بيصور الفلوجز كلها العالمي. يعني كريدت جوز تو بدر، يعني شوت اوت لبدر. نشرب البقين دول بعدين نحط ده على البتاع عشان ايه؟ فاضل بالظبط 1500 سعره نبقى جبنا ال 20000 سعره الحمد لله. والساعه لسه 10 نقدر ندخل شويه بس خلاص بقى حلو كده كفايه عشان صحتنا، عشان لسه انا حاسس ان انا محتاج اقيس السكر. بالمناسبه سريعا لو حابب تشترك معايا اونلاين نزل ابلكيشن ابي فيت في اللينك في الديسكربشن. انا بمرن اونلاين على الابلكيشن بتاعي، عامل لك منصه خاصه ليك انت على ليك بابلكيشن مش واتساب ولا ايا كان، وعليها نظام شات وبديك نظام التمرين ونظام الدايت محسوبين 100% لجسمك ولهدفك ولوزنك، بتابعك كل يوم معاك خطوه بخطوه 24 ساعه. كمان بفيديوهات للتمارين ووصفات دايت صحيه عشانك، وكمان بدايل للدايت. ودي صور الترانسميشن بتاعت كل الناس الجامده اللي معايا. وكمان في عرض دلوقتي فاجر بس مش قدامه كتير، فالحق نزل ابلكيشن ابي فيت واشترك من خلاله واعمل اكونت عليه زي اي ابلكيشن بالظبط. تعمل اكونت عليه وتعمل الخطوات عشان تشترك معايا، والحق اشترك والحق العرض 3 شهور ب 1000 جنيه والشهر ب 500 جنيه. ده قدامه 3 4 ايام بجد، وهقفله ومش هقول اقفله امتى، يعني هو هتلاقيه مره واحده اتقفل وهرجع الباقات الايه الاغلى. يلا نشرب الشوب ده. ماشي عايزين كده 500 سعره كمان، كتر اللترايه كمان كده، واحنا مروحين ونبقى خلصنا. ومن بكره نبدا تحضير جامد قوي 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 في البطوله. ايس كريم فرايداي 500 سعره ايس كريم فرايداي صح؟ جاي منك؟ لا جاي مني يا باشا، اي حاجه سهله دي كله عشانك يا بدريانو طبعا يا اخويا. يا جماعه تحيا مصر اولا، ثانيا اللي عرفنا على الايس كريم فرايداي هو بدريانو، عشان بدر يعشق الايس كريم، يعشق اي نوع له علاقه بالايس كريم. وطبعا بعد المقاطعه واجهته مشكله كبيره جدا فعلا ان هو كان بيقفل يومه بالايس كريم دايما مع حاجات تانية كتير بدون ذكر يعني التفاصيل. بس كان اهم حاجه كانت الايس كريم، لحد ما وقع واكتشف اكتشاف السحري ايس كريم فرايداي. ده صاحبه اسمه جمعه اصلا فعلا يعني. اسمه ايه جمعه يا بدر؟ اسمه جمعه صح؟ مصري والشركه مصريه 100% وايس كريم تحفه. ممكن ننهي بيه والله ال 500 سعره دول، نبقى كده عملنا 20000 سعره النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك وتفعلوا الجرس والنبي. يا جدعان الحاجات دي مهمه بجد. الحاجه انت بقى نروح نحلل السكر. احنا لازم نروح نحلل السكر ده عشان حاسس برضه ان انا خايف على نفسي والله العظيم نحلل السكر. نشوف بقى كمل 500 سعره كده يا جدعان. هنحلل السكر وبعدها عادي جدا ايا كان يا جماعه اللي هيحصل لي هاخد ال 500 سعره عشانكم بس. بسم الله يلا نقيس السكر يا شباب. بس انا حاسس ان السكر هيبقى عالي جدا عشان دمي خفيف قوي يعني. بسم الله السهوله عندي تبقى حوار. اوعى وعليكم السلام. ايوه كويس معقول. كام؟ 130. لا هو العادي الاوفر بيبقى كام؟ بص حضرتك هو انت دلوقتي واكل امتى؟ واكل مفيش من 10 دقايق. هو بيبقى صايم كده كده. هو كده عشوائي. هو كده عشوائي طبعا لازم ابقى صايم. صايم بيبقى مثلا 80 بقى. 8 ل 10 ساعات. تمام. اللي هو دلوقتي عشوائي ف 130 عشوائي معقول. لكن لو الصيام بيبقى 80 مثلا. الصيام بيبقى اقل من 126. يعني مثلا 90 100 105 110 المهم يكون اقل من 126. يعني هو لكن دلوقتي عشوائي 130 ممتاز. ممتاز يا دكتور. دكتور جمال يا جماعه. دكتور خالد. دكتور انا اسف امال اسمها دكتور جمال ليه؟ عادي. هاشتاج شجع صناعه بلدك للمره الرابعه ولا المره الخامسه؟ المهم فرايداي ايس كريم الجمعه فاجر يا جماعه وطعمه حلو قوي، وده ب 200 كالوري وجبنا معاه زبادو اهو. ده ب 300 كالوري يبقى كده 500 كالوري بتوعنا. وعلى فكره يا جماعه طعمه والله العظيم احلى من الاوريو. حاجه يعني اقول لك الحاجه اوريو على اسرائيل. تكستشر الفانيليا بتاعته عارفين حاجه في منتهى اوريو.
ما اعرفش بضحك على ايه، فاهم؟ عشان انا خلصت تصوير بدري. بجد؟ ولا السكر ده ضرب جامد. لا جامد، رهيب، رائع. That's life, that's life. 20,000 سعرة، تمرين الظهر. يلا نبدأ تحضير عشان ما حدش يبقى ليه نفسه في حاجة، وهنفشخ الدنيا بإذن الله. إيه ده؟ ماشي. عايز تشترك معايا أونلاين؟ سبوتا ميردة. فاتشا. ألماني بالألماني، عايز أشتري بعمل إيه؟ قول إيه؟ فاتش موتوسيكلات صيني. عايزين تعرفوا البطولة إمتى وفين ومين اللي هيمرني أو المدرب بتاعي فترة التحضير دي؟ مفاجأة الفلوجز الجاية. و السلام عليكم.